إحساس الست بعد الخيانة من أصعب الأيام والمشاعر اللي هي هتعدي وتمر بيها. فجأة بتحس إن أنت عندك حالة من عدم الثقة، وبتقعدي تبصي لنفسك في المراية. هو فيها إيه أحسن مني؟ هو ليه سابني أنا واختارها هي؟ هو أنا مش كفاية؟ هو كان بيحبني ولا بيضحك عليا؟ إزاي عارف يعيش كل الحاجات الحلوة اللي إحنا عشناها مع بعض قادر يقضيها دلوقتي مع شخص تاني؟ والحقيقة اللي أنت لازم تواجهي نفسك بيها إن الخيانة ده قرار منه هو، مش نقص فيكِ أنتِ. يمكن لو كان عنده حتى مشاكل في العلاقة، هو ما بذلش المجهود اللي هو يعرف ياخد منِّك الحاجة اللي محتاجها، هو استسهل وراح يدوّر عليها بقى برّه، في السر، في الحرام، في الغلط. لكن خيانته ده قرار منه مش نقص فيكِ، ولو حسيتِ المشاعر دي بعد كده هتفوقي وتحسي بقيمة نفسِك، وتحسي إن العلاقة ما كانتش أصلًا مناسبة ليكِ من الأول، وإن كان في حاجات كتيرة أوي أنتِ كنتِ بتتنازلي عنها. بعد كده هتدخلي صدقيني في علاقة تانية، وهتكوني مرتاحة وأقوى بكتير. وعشان تعدّي بالمرحلة دي تقدري تختاري متخصص يساعدِك إنِّك تبني ثقتِك بنفسِك، وتخرّجي كل المشاعر الصعبة اللي بتمُرّي بيها، وتبدئي حياتِك الحلوة إن شاء الله من تاني. أنا مروة relationship coach. لو محتاجة أي استفسار أو مساعدة في العلاقات ابعتي لي وإن شاء الله أساعدِك.